صباح الورد عليكم حبايب قلبي. تعالوا معايا اقول لكم احلى واسهل واطعم طريقة تعملوا بيها البيتزا الايطالي بمكونين بس. هتطلعوا احلى بيتزا ايطالي كأنك بالظبط قاعدة في ريستوران شيك في ايطالي وبتاكلي بيتزا المرة دي مش باستا. حاجة كده اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا انك تتبعي كل التفاصيل اللي هقولك عليها وتركزي قوي. هما مكونين فقط، وفي مكون تالت هقول لكم عليه ده اختياري، دي التركه بتاعتي في البيتزا الايطالي. بس هو بمكونين فقط عندك في مطبخك، اكيد عندك في مطبخك، مفيش مطبخ فينا بيخلى من الحاجتين دول. هي دي الطريقة الأصلية للبيتزا الإيطالي. أي بقى حاجة تانية افتكاسات، لكن هي دي الطريقة الأصلية للبيتزا الإيطالي. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول عشان مطولش عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس. ويلا بينا أقول لكم على طول الطريقة. هنا أنا معايا دقيق لجميع الاستخدامات، ممكن تستخدمي دقيق معجنات أو جميع الاستخدامات، بس أهم حاجة الدقيق السايب لا، أو يكون نوع دقيق نظيف عشان تاخدي حاجة إيه فلة كده. معايا هنا كوبايه الا بصي كام معلقه كده ميه، معلقتين ميه، يعني مش الا ربع كوبايه الا معلقتين ميه. ومعايا نص معلقه صغيره خميره ومعلقه سكر صغيره. التركه بتاعتي بقى اللي هي الباتر ميلك، اللي هي بنعملها ازاي بقى؟ ممكن تشتريها من السوبر ماركت لو متوفر ليكي، لو مش متوفر يبقى اقل من ربع كوبايه لبن، حبه لبن صغيرين، اعصري عليها عصره ليمونه، هيديك الباتر ميلك. الباتر ميلك دي بتخلي اي عجينة ممكن تعمليها في حتة تانية، لو دونتس لو سينابو، اي معجنات هتعمليها لو ضفتي عليها المكون ده بيوديها في حتة تانية. بس اهم حاجة ما تتسابش كتير، تعمليها في نفس اليوم، لان عجينه البيتزا الاصليه هقول لكم برضو معلومه عنها في نص الفيديو، تابعوها معايا بس ركزوا بس في التفصيله دي. اهم حاجه ما تتسابش كتير، تتعمل في نفس اليوم. هنا عملت عصره الليمونه وسبتها 3 دقايق مع بعض عشان يجيلي البطر الملك القمر بتاعنا. وجبت هنا الميه بتاعتي، حطيت فيها السكر، قلبته كويس، لازم يدوب كويس في الميه، تكون دافيه مش سخنه ولا ساقعه. لو سخنه الخميره بتاعتك هتبوظ والعجينه هتبوظ وكل حاجه هتبوظ. الميه اوعي تكون سخنه، تكون دافيه ولا فتره، تكون دافيه. هنزل هنا هرش كده الخميره على وش الميه بتاعتي وهسيبها بالظبط 5 دقايق على جنب. الخميره بتاعتي تشتغل كده مع الميه والسكر. 5 دقايق بس على جنب، مش هيطول. زي ما قلنا هما مكونين بس لعجينة البيتزا الإيطالي الأصلية، الدقيق والخميرة بس أي حاجة تانية افتكاسات. أنا هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، جميع الاستخدامات زي ما قلتكم. انتوا ممكن تستخدموا دقيق معجنات، مش هتفرق. هعمل بقى زي فراغ كده في النص. رشة الملح طبعا بتاعتنا ما تخلاش على اي معجنات بنعملها، لازم رشة الملح، سنة عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام، صلوا على النبي. هعمل فراغ كده في النص وهنزل بالخميرة بتاعتي وهعجن بقى. بصي اعجني على قد ما تقدري، اعجني. بصي ما تسيبيش العجينه، مجرد ما استلمتيها عودي اعجني فيها. هنا حطيت بقى الباتر ميلك القمر بتاعنا كده، الهوم ميد ده اللي عملناه في البيت، ولا اشتريناه ولا كلفنا نفسينا. عصره ليمون، لا اما معلقه خل صغيره على حبه لبن قد كده، هيطلع لك احلى باتر ميلك، يعمل لك احلى عجينه. واضربي في العجينه، بصي طلعي غلك فيها، فيش غلك كده كانك بتضربي. انت فاهمه في مين بقى، مش لازم افسر. متضايقه من اي حد في الدنيا، بصي بضربها ازاي، اقعدي شيلي واهبدي فيها كده، انطري فيها، ما تسيبيش حد غير وانت بتفكري فيه. اي حد مضايقك فكري فيه وانت بتضربي العجينه كده، هتلاقي نفسك اتعجنت معاكي وبقت قمر. اهم حاجه في العجينه، اي عجينه عامه، انك تضربي فيها كويس جدا. هنا بقى هسيب الخميره بتاعتي، العجينه بتاعتي ساعه تتخمر. بصوا عجينه البيتزا بتتساب في التلاجة بعد ما تتخمر ساعه، في التلاجة 5 ايام، بيسيبوها من 2 ل5 ايام، بس احنا طبعا مش هنعمل كده، فهنعملها وقتي. لو سبتيها في التلاجة ايا كان اليوم، يعني لو مش هتعمليها في نفس اليوم استغني عن جزء بتاع الباتر ميلك ده. لو هتعمليها في نفس اليوم هيديكي قوام وطعم خطير للعجينه، لكن لو مش هتعمليها في نفس اليوم لا، ما تحطوش. استخدمي الخميره والدقيق بس، والميه طبعا والسكر.
هنا بقى انا بحب الصلصه دي جدا جدا جدا، بالنسبه لي تكسب اي صلصه بتتعمل على النار. معلقتين زيت زيتون على معلقه صلصه كبيره، حبه اوريجانو او زعتر، الاتنين لو عندك اي حاجه متاح فيهم. ممكن رشه توم باودر، لو مش متاح مش مهم، ورشه ملح، بس كده. هنا بقى العجينه بتاعتي اتخمرت بعد ساعه بالظبط. طبعا اهم حاجه نوع الخميره بتاعك يكون كويس، اهم حاجه. انا بصراحه ما بقتنعش بدريم، في عجينه كده تركي، لو عايزيني برضو دي اللي انا بستخدمها بصراحه وبتنفعني في كل المعجنات بتاعتي. لو عايزيني برضو ابقى احطها لكم قولوا لي في الكومنتات وانا احطها لكم. بس ما تنسوش لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واشتركوا في القناه بتاعتي وفعلوا الجرس واعملوا لي لايك. انا هنا وانا بفرد العجينه بتاعتي حسيت ان الصينيه كبيره عليها شويه. الكميه دي من العجينه بتعمل لي بيتزتين صغيرين، مش صغيرين قوي بس يعني ايه زي اصغر من متوسطه بشويه. افردي كده بايدك، هي دي الفرد الطبيعي للعجينه، مش بنشابه ولا باي حاجه، ده الفرد الصح لعجينه البيتزا بتاعتنا. انا هنا بقى اي حاجه عندك حطيها، دي ملهاش قاعده، اي حاجه. انا كان عندي جبنه رومي قربت تبوظ في التلاجة قطعتها، وشويه جبنه موتزاريلا. بس اهم حاجه احنا هنعملها ستافت كراست، انتي مش عايزه على راحتك، بس انا حابه تبقى البيتزا بتاعتي ستافت كراست. حطي اي جبنه ليها طعم في الستافت كراست، في الكراست بتاعك، عشان لو حطيتي موتزاريلا بس هتحسي كانك مش حاطه حاجه. هنا بقى بصوا بقى التركه دي كويس قوي. انا هنا بقطع الكراست بتاعي. بصوا بقى عشان تطلع معاكي ستافت كراست زي اللي بتجيبيها من بيتزا هات او بابا جون او الحاجات دي، لازم تحوديها الحواديه دي، يعني ما تقطعهاش وتسيبيها، لا انتي بتحوديها، شايفه زي نص حوده كده. هتطلع معاكي في الاخر قمر، كانك بالظبط بتاكليها بره، واحلى بكتير بجد. الطريقه دي في البيتزا الايطالي لو جربتيها مش هتعملي غيرها. انا بقيت اعملها كل يوم من كتر ما هي سهله وخطيره جدا. بدل زمان كانوا بيعرفونا ان عجينه البيتزا عليها وعليها وعليها، ولازم انزل اعمل مشتريات قد كده من السوبر ماركت، وطلعت اسهل من كده بكتير. واي حاجه عندك في التلاجة ممكن تحطيها فوقيها وهتبقى بيتزا برضو، مش لازم تنزلي تجيبي لها يعني حاجات كتيره. هنا بقى نحط الصلصه بتاعتنا. معلش انا عماله اشن معاكم، انا عندي برد اصلا، بس يعني الحمد لله يعتبر فقت منه يعني. ادعوا لي بقى ربنا ايه يشفيني كده ايه على الاخر. اقعدي بصي بقى كده ايه، وزعي كده في الصلصه بتاعتك، كتري على قد ما تقدري، تطلع معاكي قمر. هي شكلها صغير بس هي في الحقيقه مش صغيره كده، هي اكبر من كده، خصوصا هتتخمر كمان وهي بتسخن في الفرن. عفوا. هنا بقى ايه، انا كان عندي حته بسطرمه مقدده بقالها كتير قوي في التلاجة، قلت والله ما انا رمياها، وانا هرمي حاجه في الزمن ده برضو. على حبه موتزاريلا وحبه وحتتين جبنه نستو كان متبقي من العيال، وحبه موتزاريلا وحبه وحته جبنه رومي قطعتها كده صغير وحطيتهم على الوش، عملوا لي احلى بيتزايه. وممكن انت اي حاجه عندك، والله لو عندك ايه اي حاجه عندك هتتحط هتطلع معاكي بيتزا قمر. الفكره في العجينه، عاملاها صح خلاص كده. انا بقى بحب اعمل ايه، احط من الصلصه كده بتاعت البيتزا على الوش عشان تديني ايه لون كده حلو. لما تطلع من الفرن تديني شكل كده ولون حلو قوي، وحاجه مش هتاخد منك وقت تماما. انا مش قادره اقول لك، انت هتعجنيها في 3 دقايق بالظبط، خميره على دقيق على ميه انت عجنتيها خلاص. هسيبها في درجه حراره 200 في الفرن، في درجه حراره 200 هتاخد بالظبط ربع ساعه على حسب فرنك. هتطلعيها هتاكلي احلى بيتزا ايطالي ممكن تجربيها في حياتك. انا عايزاكي تجربيها وتدعي لي، هستنى رايكم في الكومنتات. يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. كانت معاكم هالة عربي، باي باي.